أقول له ماما تعبانة أو بتاخد علاج بينيمها أو ماما خدت تيتا عند الدكتور، باقول له أي حاجة، وهو طبعًا ما كانش مصدّق، كان حاسس إنها خلاص ما بقِتش عايزاه ولا إنها طايقة تكلّمه، بس كان متوقّع إنه لمّا يرجع مصر هيكلّمها وهيتفقوا يا يرجعوا بقى يا يتطلّقوا، ومش متوقّع خالص اللي هي بتعمله. في نفس الوقت قررت أراقب ماما كويس، أنا نازلة الشغل يا نجلاء، عايزة حاجة؟ لا يا ماما تعيشي. نزلت وراها على طول، لقيتها وصلت لكافيه وقعدت على ترابيزة مع واحد، طلعت موبايلي بسرعة وصورتهم مع بعض. رجعت البيت وقعدت أعيط على حالي والحال اللي احنا وصلنا له كلنا، وما بقتش عارفة أعمل إيه ولا أنا بعمل كده ليه أصلا. تعبت، مش عارفة أعمل إيه. فضلت على الحال دوت فترة، كل كام يوم أنزل أراقبها وأصورهم مع بعض، وعدى شهر وأنا براقبهم وبقيت ألاحظ إن الأمور اتطورت ما بينهم، زي مثلا إنهم ما بيبقوش خايفين من حاجة وبيبقوا مطمنين جدا وهما ماشيين، ده غير إنهم بقوا بيمسكوا إيد بعض، وطول الوقت كنت بصورهم لحد ما في يوم لقيتهم وهما ماشيين مع بعض طلعوا بيت. ما قدرتش أستحمل اللي أمي بتعمله، فضلت واقفة منهارة، أكيد دي مش أمي، مش معقول، مش معقول أمي تخون أبويا للدرجة دي، لدرجة إنها تطلع معاه بيته. مين دي؟ الست دي أنا معرفهاش، أمي كانت تعرف ربنا كويس أوي، طلعت ما تستاهلش ولا حتى بابا يستاهل. واتشجعت أكتر في اللي بعمله، عملت حساب في البنك وعملت أكاونت فيك وبعت لبابا وقلت له على فكرة مراتك بتخونك وبتعرف عليك رجالة وأنا خايف عليك وعايز مصلحتك،